المسافة القريبة اللي تفصل بين الفلوجة والعاصمة بغداد كانت سبب في وجود تشابه كبير على مستوى الطبائع والسمات التقليدية بين المدينتين، ومن أبرز الأمثلة على ذلك هو الإنشاد الديني وأداء المنشدين لمقاماته على أصولها. أخذت الفلوجة منحى ثاني، هو الاتجاه إلى الإنشاد، إلى التنمية البشرية، إلى بعد ما شافتها من معاناة اتجهت إلى هذا المجال. بما أنه إحنا منشدين وإن علاقة بالإنشاد، ارتئينا أن نكون أو نأسس ملتقى يضم نخبة من القراء والمنشدين أخذوا على عاتقهم هم أن يحافظون على تراث العراق اللي هو المقام العراقي، بالإضافة إلى الإنشاد الديني الهادف ذو الكلمة. فالآن أنشأنا هذا الملتقى رسالة يضم هذه النخبة. عملنا عدة نشاطات طبعا خلال السنوات الماضية، هاي طبعا عام 2017 نهاية 2017 سوينا مسابقات في تلاوة القرآن الكريم للشباب على مستوى محافظة الأنبار، وسوينا مسابقات بالإنشاد الديني أيضا، مسابقة بالآذان، يعني كل الشعائر الإسلامية اللي تخص اختصاصنا كإنشاد ديني، دورات بالمقام العراقي أيضا، وإن شاء الله احنا مستمرين بالأمور الأخرى. المنشدين الموجودين حقيقة داخل الفلوجة هم متفرقين، طاقات متفرقة، لهذا يعني احنا ارتئينا ان نجمعهم تحت هذا الاسم، لانه تعرف جنابك الكريم طاقات موجوده بالفلوجه، لكنه ماكو واحد يحتوي هذه الطاقات لكي يوظفهم فيما يخص الانشاد. كلهم من اهالي الفلوجه موجودين، وهناك يعني طبعا طاقات اخرى كثيره تحب الانشاد والقران الكريم ايضا، لكن للاسف يعني وحتى على مستوى العراق نفتقر الى انه هناك جمعيات او مؤسسات تهتم بهذا الامر، يعني تجمع القراء والمنشدين تحت رايه واحده، يعني شلون نقول دورات مكثفه، اجتماعات مكثفه. هناك دورات عملنا بها كملتقى رساله للشباب، هي مجرد انت عندما تعمل مسابقه مثلا في تلاوه القران الكريم مثلا بالطريقه العراقيه حصرا للشباب، هذا يعطيهم دافع حقيقه. تم يعني شلون نقول افرزت هاي المسابقات عده وجوه لمدينه الفلوجه اصبحوا قراء الان فائزين من هاي المسابقه اللي احنا عملناها. مرحبا 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 يا شهر القرآن، شهر أهل بنوره وأتانا، والطيبات بيومه تغشانا، وبه من الله الكريم هداية وسماحة قد عدها مولانا. مرحبا 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 يا شهر رمضان، مرحبا. شهر رمضان في مدينة الفلوجة يعني غير، يعني عندما يدخل هذا الشهر تشعر بأنه تلبس لباس جديد. مدينة الفلوجة يحق لنا أن نفتخر بهذه المدينة، لأنها في شهر رمضان ترى التغيير سواء في المساجد أو حتى على مستوى العوائل والبيوتات. فيما يخص إحنا في رمضان الماضي لنا عدة جلسات سواء في المساجد أو حتى على مستوى البيوتات، نعمل مناقب نبوية، نصف رمضان، ليلة 27، تعرف أنت هذا الشهر الكريم، فعندنا نشاطات في هذا الشهر، وإن شاء الله هذا الشهر هم أيضا عندنا نفس النشاطات راح تكرر إن شاء الله مثل ما عملناها في العام الماضي. لكل مناسبة إلها مميزاتها الخاصة. شهر رمضان هو اللي متعارف عنه تقريبا بصورة عامة، هو يمرحبون بهذا الشهر الكريم،
التمرحيب أو ما يسمى بالاستقبال هذا الشهر بمرحبان هو من مقام الصبا مثلا. يشوبه أيضا معه مقام الجهارقاء، لأنه تعرف جنابك الجهارقاء والصبا يعني أكو تداخل فيما بينهم، خاصة في صلاة الفجر. حتى الأذان، مثل أذان الفجر دائما يستخدمون مقام الصبا لأنه مقام حزين نوعا ما، وله خشوع. فتشوف الأذان الفجر دائما أغلب القراء وأغلب المؤذنين يؤذنون مقام الصبا. فالمقام الصبا والجهارقاء أو ما يسمى بالعجم هي هاي المعروفة عنها في شهر رمضان، خاصة في بداية شهر رمضان، وحتى بالوداع أيضا نفس الشيء. تعرف جنابك هناك أكثر من مدرسة في تلاوة المقام العراقي، وينطبق أيضا بالمقابل على القرآن الكريم. المدرسة البغدادية والموصلية والكركوكية والبصرية. احنا باعتبار قربنا من مدينة بغداد متأثرين بالمدرسة البغدادية اللي هي تهتم بأصول وتلاوة المقام العراقي والتنقلات حسب الأصول. المدرسة البغدادية تتميز عن بقية المدارس بهذه الشغلة، تلتزم بالتنقلات النغمية. يعني بالمناقب النبوية تتوزع على شكل فصول، مثلا عندك مثل الفصل الحسيني، ما يصير واحد يقرأ حسيني وبجنبه نفس الفصل يقرأ مقام ثاني، يقول لك لا تلتزم في هذا الفصل، ثم ينتقل إلى فصل بيات، ثم فصل سيقاء كذلك. فالمدرسة بالفلوجة أغلبهم ملتزمين بالمدرسة البغدادية اللي هي باعتبار قربنا إحنا من مدينة بغداد. حسنك ضاء الملأ، حسنك ضاء الملأ، يا ابن الهواشم، يا ابن الهواشم، صلوا يا هل حظة، صلوا يا هل حظة على أبو القاسم، على أبو القاسم، على كتفه شامة، لأجل صرنا إسلامه، حب الكون قد هامه، لأجل صرنا إسلامه. وصلت جميع الرسل، صلت جميع الرسل خلفك يا طه، خلفك يا طه، وحين ارتقى للسماء، حين ارتقى للسماء، ونال جاها، ونال جاها، وعلى كتفه شامه، لأجل صرنا إسلامه، حب الكون قد هامه، لأجل صرنا إسلامه.